تعليق كابتن سيد عبد الحفيظ على ميدو عجبني جدا. ميدو طلع في احداث تغطيه الفار، وطلع وقال انا مش هشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فطبعا ده تصريح، انا لما شفت التصريح اتضايقت جدا. الكلام ده كابتن ميدو ممكن يطلع من مشجع زملكاوي متعصب. يا ريت تكون انت زي ما كابتن سيد حفيظ قال، تكون على قد الحدث. والغلطه مش عليك الصراحه، الغلطه على اون تايم سبورت. انا عايز الناس اللي تطلع تحلل او تطلع تغطي الماتش تكون من النادي الاهلي. مش عارف انت جايب لي ميدو ليه الصراحه، ما اعرفش، دي حاجه غريبه جدا. ترتب على تكرار الغلط ده من اون تايم سبورت ان هم يجيبوا لنا ميدو ويطلع يقول انا مش هشجع طبعا. ما يجي يطلع يقول انا مش هشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يعني انت لو مش هتشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ما انت مش عارف، أنا مش عارف اقول ايه. انت الصراحه تعليق يعني غير موفق منك. الحته بقى اللي ننبه عليها سيد حفيظ، لو تخيل لو بقى يا جماعه لو كان الزمالك مكان الاهلي وكان في واحد منتمي للنادي الاهلي مكان ميدو طلع قال التصريح ده، هو فعلا هيتوقف عن ظهور التلفزيون لمده شهر وممكن يتعاقب عقوبه اكبر من كده. لكن عشان ميدو زملكاوي مش هتلاقي خبر من الاخبار دي.